طب وانت ليه طالما انت هي شغلانه العيله، ايه اللي خلاهم يصروا على الهندسه؟ مهندس. الفكره بتاعت اي بيت مصري في دكتور او الدنيا مهندس. دكتور او مهندس. فكره ان احنا لما هنروح نتقدم لبنت هنقول لها ابننا شغال ايه؟ ما هو دكتور او مهندس. لازم يعني دكتور ولا بتاع حفلات، هي اسمها كده. فالمهم خلاص اخدت القرار، وانا في يوم وليله الدنيا بدات بقى ايه تتلخبط. حلو. بدات الحمد لله يعني ايه نوعا ما ادخل بقى ايه في شغل بقى والدي واساعده والكلام ده كله، واتعرف شويه على السوشيال ميديا. لحد ما في شركه في السعوديه كلمتني اروح اشتغل معاهم. مش في الهندسه ولا لا في الايفنت بلان. اوكي. رحت، بس هم كانوا متخصصين قوي في الويدنج. حلو. فرحت انا مش منسق اللي هو يتقال عليه منسق خالص، ولا منظم الحفلات اللي يتقال عليه منظم الحفلات اللي يقدر ياخد وظيفة بالحجم ده. رحت هناك وبقيت اشتغل مساعد ومشرف على عمال، واروح اركب كوش بنفسي، واروح اشيل كراسي وترابيزات في قاعات، وبالاسلوب الحلو بدأت اترقى. حلو. اسلوبي مع مثلا عروسة، اخت عريس، زواج مش عارف ايه. فبدأت في بنت كل زواج انا بروحه، اسمها زواجات، كل فرح او زواج انا بروحه الحمد لله وبفضل الله يبعتوا فيدباك كويس للشركة.